بتعمل ايه يا ام يوسف؟ اللي ما شافش الشروق في اسوان فايته كتير جدا. يا كوبا ايه بتعمل؟ في اجمد من كده؟ والله ما في. لو هتزور أسوان وعاوز تقضي يوم كامل في النوبة مع صحابك في أحلى وأهدى جزيرة في أسوان، النهارده احنا في جزيرة هيصة موجودة في قلب المية وبأقل سعر ممكن للسكن هناك. فتعالوا أوريكم يومنا كان عامل إزاي. بس ما تنساش اللايك والفولو وتكمل الفيديو للآخر. وطبعا وسيلة المواصلات الوحيدة علشان توصل لجزيرة هيصة هي المركب، وكمان احنا اتحركنا بدري للجزيرة علشان نلحق نشوف شكل الشروق مع المية هناك كان عامل إزاي. اللي ما شافش الشروق في اسوان فايته كتير جدا. تعالوا بصوا. المشهد ده لوحده هيعيشك أجواء هناك مش هتنساها في حياتك. يا جدعان احنا في نعمة في اسوان، اقسم بالله العظيم احنا في نعمة في اسوان. ووصلنا الجزيرة، وبمجرد ما انك هتنزل الجزيرة هتحس نفسك انعزلت عن العالم خلاص. وده هيصة هوستل، المكان اللي هنقضي يومنا فيه. ده احنا لسه السلالم بتاعته من هنا، وادي بيطل على الفيو ده. تخيل السلالم دي بتطل على الفيو ده. تعالوا نشوف المنظر هنا عامل ازاي. بجد المكان هيحسسك انك في حضن الطبيعة كده، وهيخلي عندك طاقة ايجابية لحاجات انت مش متعود انك تعملها في الطبيعي اساسا. يا كوبا ايه بتعمل؟ مديتيشن. وندخل بعدها على الفطار وعلى الفيو اللي يفتح النفس ده. وفطارنا هيكون فطار نوبي بسيط كده، واللي بيتميز بالبيض بالجكو او البيض بالملوخية زي ما بيقولوا. بصوا جربوها واحكموا انتوا. وبعد ما نمنا شوية وبعد العصر كده وفي وقت الطراوة، تعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اللبس النوبي. هنعيش اجواء بقى بعد العصر. هنشوف دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. قررنا ان احنا هنتغدى فراخ مشويه النهارده، ومش بس كده، وان احنا نشوي ونعيش الجو بقى على الفيو ده. يا جدعان ايه في؟ ايه؟ بقالنا قد ايه مستنيين ناكل؟ فراخ على النار. فين النار؟ انت قاعد هناك بتعمل ايه؟ بهوي. بتهوي هناك. انت قاعد بتتفرج على النيل وبتتفرج على المنظر. دوق كده الفراخ يا استاذ كوبا. بصراحه اصبر ده عشان هي شكلها ما استوتش. اللي من الناحيه الثانيه. نشوف الناحيه الثانيه بتقول ايه. لا ارجع ثاني. لا حول الله يا رب. وبعد ما فشلنا في تجربه الشوي لحقتنا ام يوسف. بتعمل ايه يا ام يوسف؟ ضربات كشاويات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنشوي فراخ. ما شاء الله ما شاء الله. ولحد ما يجهز الغدا تعالوا نشرب كوبايه دوم، وده من الحاجات اللي لازم تشربها لما تيجي اسوان. بعدها بقى وقت المتعه وصل بجد، تجربه الكاياك وقت الغروب في هيصة، التجربه اللي هتندم لو ما جربتهاش لما تيجي هنا. اقسم بالله يا جدعان مفيش امتع من كده في هيصة والبحر هادي وانت بتسوق الكاياك على المنظر ده. في اجمد من كده؟ والله ما في. وبعدها الغدا جهز، وتعالوا نشوف حضروا لنا ايه النهارده. لقيت على السفره رز وفراخ وسلطه، واللي بيميز النوبه بقى في الغدا هي الويكه والتورلي. هنجرب طاجن التورلي. تورلي يعني خضار مشكل. تعال. دي الويكه دي. تكون عن اللي هي باميه بس بطريقه اسمها الويكه. وبجد الاكل كان تحفه، يعني تسلم ايد ام يوسف بجد النهارده. وده يوسف اللي عامل بكار ومخلي الجو في المكان لطيف كده. اسمك ايه؟ يوسف. عندك كام سنه؟ 5 سنين. 1 2 3. سلم عليك. وقبل ما ادخل واوريكم الغرف وننام، تعالوا ننهي اليوم بالتشيكول. وتشيكول يعني شاي بلبن بس بالنوبي. والهوستل هو مسكن شباب، يعني بتكونوا على الاقل 5 صحاب مع بعض، والسرير بيكون ب 350 جنيه في اليوم في هيصة هوستل. هنا الغرف هنا بسقف قديم واللي هو الجريد، وده علشان تعيش في البيت النوبي الاصيل. لكن المكان بجد خد قلبي بسبب الاطلاله بتاعته دي. وبس كده.